يا صباح الورد ويا صباح الفل يا صباح الياسمين، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم النهارده في فيديو جديد وفلوج اليوم كامل من حياتي. زي ما شفتوا انا كنت غسلت بديل السجاد بتاع الليفينج، وقلت افرشه كده على طول وبعدين ندخل نحضر الفطار. الايام دي بحاول اعمل تنظيفات كده عميقة في البيت بس على مهلي خالص. كل مرة بعمل حاجة، النهاردة هعمل معاكم شوية تنظيفات حلوة. بس الأول نحضر الفطار وهنكمل مع بعض. من ساعة ما بدأ الصيف اللي هو اللي بجد يعني، وانا شهيتي للأكل مش زي الأول. يعني اوكي، ببقى عايزة اكل وكل حاجة، بس عايزة قد ما اقدر اكل حاجات خفيفة. مش عايزة اكتر، مش عايزة اعمل تفاصيل يعني. مش عايزة بقى اعمل حاجات بقى في الفرن مش عارف ايه. ف بحاول يعني قد ما اقدر ان انا اكل حاجة مفيدة بس في نفس الوقت تكون خفيفة. فهعمل سندوتش بيض بس. مش هتفزلك، انتوا عارفين انا بحب اعك جامد على الفطار. بس النهارده مش هتفزلك. وليلي قالت لي في الفيديو اللي فات حصل لك ايه لما اكلتي، يعني طمنين عليكي لما اكلتي البيض بالتونه. ما تقلقيش والله انا متعوده على البيض بالتونه ده من لما كنت صغيره. يعني انا عكاكه درجه اولى، معدتي متعايشه مع الموضوع ده. وشكرا على التنمر على عكي، انا مستمره ما تقلقوش. مش هبطل عك. المهم، احكوا لي كده اخباركم ايه، وهل يعني جهزتوا للمصيف ولا لا؟ انا عايزه اقول لكم اليوتيوب عندي اتقلب تجهيزات مصيف. كل الناس يوتيوب الانستجرام بقى هم بيصيفوا اوريدي يعني. هم طول السنه بيصيفوا. لكن في اليوتيوب كله بقى ما شاء الله مشتريات المصيف، مش عارف ايه، كله بقى العين السخنه شرم الشيخ. حسيت ان انا الوحيده اللي مش هروح مصيف يعني فاهمين؟ يا ريت لو في حد زي حالاتي مش هيروح مصيف السنه دي، يعني يجي في الكومنتات يقول لي كده يحسسني ان انا مش لوحدي. بجد. عايزه اقول لكم السنه اللي فاتت برضو كنت على اساس ان انا مش رايحه مصيف ولا حاجه. جيت بقى في الشهر الثامن كنت حامل، يعني في الثامن مكنتش طايقه البيت. عارفين اللي هو يعني، عارفين الواحد اللي بيجي في الاول كان جاي لي في الاخر بقى. اللي هو انا تقيله قوي والجو حر فظيع. عارفين بقى تبقى مع الحمل التقل والحر ده كان حاجه فظيعه، ما كنتش قادره استحمل. فقررت ان انا اروح مصيف. يعني ما اعرفش، كنت ناويه اولد في الساحل تقريبا. والله يكون حاجه كده مش يعني هي خطر جدا على فكره ان انتوا تروحوا ميه وبحر وكده في الشهور الاخيره. بس انا كنت خلاص يعني جايبه اخري، الحمد لله عدت على خير واتبسطت وكانت كل حاجه زي الفل يعني. بصوا، كنت هنا حضرت كمان فطار لسولي. وطبعا الفي دروب بتاعه لازم ياخده الصبح كل يوم. وانا حضرت طبعا فطاري وحاجتي الحمد لله. هو يعني سوري بقى محترم الايام دي، بيديني فرصه اعمل فطار. يعني ده اهم حاجه. بيديني فرصه اعمل فطار وبعد كده يصحى. بس فهنفطر كده مع بعض، وبعد كده هندخل على التنظيف على طول. النهارده قررت ان انا انزل كل المراوح بتاعه الشقه واغسلها. انا طبعا ما عنديش تكييفات، بس عندي مراوح. والمراوح بتتدرب بشكل فظيع زي ما حكيت لكم قبل كده، يعني بتتدرب بشكل مبالغ فيه. لان انا اصلا شقتي بيدخلها تراب كتير. ف يعني بتحتاج ان هي تتغسل. الصراحه انا ما غسلتهاش خالص من الصيف اللي فات. لا، كان لازم تتغسل، يعني ما كانش ينفع. انا كنت بحس الهواء بيجي بتراب، يعني حاجه كده مش الطف حاجه خالص. فكنت بحاول كده اغسلها معاكو يعني. هليفها واظبطها واطلعها تنشف، وبعدين هنركبها مع بعض وهنشوف بقى. يا سلام، عايزه اقول لكم الهوا بقى بيه كده فريش، تحسوا الهوا ساقع، تحسوا كده يعني. الله بجد. وسلام بقى لو رشته معطر على المروحه هتعطر لكم البيت كله كده ما شاء الله. طب انتوا عارفين ان التنظيف الصيف احلى من الشتاء بكتير بجد؟ عارفين اللي هو التنظيف بيخلي البيت كده يتنفس في الصيف. في الشتاء بيبقى الواحد متكلفت اصلا ومش طايق نفسه ومش عايز يتبل بميه ولا عايز يعمل اي مجهود. لكن في الصيف لما كده بقعد اغسل الحاجات بالميه وبالصابون وكده، بحس ان انا بنتعش والله العظيم. بالذات بقى لو هتمسحوا الارض وتسيقوا، عارفين الجو ده.
واحلى حاجه بقى ان الحاجه بتنشف في ساعتها. يعني عايزه اقول لكم انا غسلت بديل السجاد في ساعتها كان نشف. المراوح دي يا دوب ما خدتش اللي هو 5 دقايق في البلكونه كانت نشفت. فدي احلى حاجه في الصيف بصراحه، ان هو بيساعد على التنظيفات. بس الصراحه يعني برضو ما يعني عشان نبقى فير، انه لا برضو يعني بيبقى تلزيق شويه بيبقى تلزيق كتير كمان مش شويه، بالذات في الطبخ. يعني عايزه اقول لكم انا بكره ان انا ادخل اعمل طبخه تقيله في الصيف، اصلا ما بتتاكلش من كتر ما الجو حار. ثانيا طبعا الواحد بيتشوى جوه في المطبخ. يعني بجد من الحاجات اللي انا بتمناها ان انا اعمل تكييف في المطبخ، مش عايزه في باقي البيت. شكرا، باقي البيت مراوح زي الفل، هي يعني مش بتشتكي من حاجه. بس في المطبخ لا، ما هو مش هينفع مروحه طبعا هتطفي النار، وملهاش حل غير تكييف الصراحه. ان شاء الله في بيتي الجديد كده من غير مقاطعه باذن الله هعمل تكييف. ادعوا لي بس يبقى لي بيت جديد الاول يعني ان شاء الله. المهم كده يعتبر خلصت المراوح. فقلت طبعا انضف البانيو، كان اتبهدل اساسا من التراب. ونضفت الحمام بالمره. الحمام من الحاجات اللي كل ما الواحد يلاقي فرصه ينضفه لانه هو كده يعني هو من الحاجات اللي ما بتستحملش، عايز تنظيف على طول. يا ريت بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا تنزلوا تعملوا سبسكرايب لو انتوا مش عاملين، وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا فيديوهاتي، لانه واضح انه الفيديوهات مش بتوصل لكل الناس. وكمان تعملوا لايك عشان الفيديو يترفع. اظن انا كده عملت اللي عليا، عشان انا لما مش بقول لكم بتنسوا. تمام، فانزلوا كده اعملوا لايك وظبطوني عشان الفيديوهات تبتدي ان هي تترفع وتظهر لناس اكتر، والقناه تكبر كده ان شاء الله مع بعض. وبس كده هتستفادوا انتوا ما اعرفش بس يعني اعملوا خير لله. معلش يا جماعه لو الفتره دي بتاخر عليكم في الفيديوهات، وكمان الفتره الجايه ممكن اتاخر اكتر عشان في شويه ظروف كده، يعني هبقى اقول لكم عليها في الوقت المناسب. بس انا مسحوله في حوارات كتير قوي قوي، فيعني والله بحاول على قد ما اقدر ان انا اصور عشان اعرف يعني احافظ على نشاط القناه، وعشان الناس برضو اللي بتحب ان هي تتابعني. لو انتوا لسه فاكريني انا موجوده، بس هو زي ما قلت لكم الوقت مش بيسعفني قد كده. بس هحاول ان شاء الله ان انا يعني اظبطكم كده بفيديوهات حلوه الفتره الجايه باذن الله. بصوا هنا كنت بغسل كمان المنظم ده. المنظم حطاه في الحمام، بحط فيه يعني المنظفات وحاجات اللي هي مش حطاها تحت الحوض، اللي انا بستخدمها على طول. هو على فكره تكملته في المطبخ، يعني هو اصلا 3 ادوار، حاطه دورين في المطبخ ودور في الحمام، لان في المطبخ ما كانش له لازمه ان انا احط الدور الثالث، ما كانش له مكان اساسا. بس عايز اقول لكم من احلى المنظفات من احلى المنظمات، وفعلا حلو قوي في المطبخ. وريته لكم في فيديو جوله في مطبخي كان لامم كل حاجه. وبس كده احنا خلصنا الحمام الحمد لله، وكده الدنيا زي الفل. دلوقتي طلعت المراوح بره في البلكونه عشان تنشف، وعايزه اقول لكم ان هي ما خدتش وقت خالص وكانت نشفت. ده استاذ اولي لازم يشمشم ويستكشف كل حاجه كل حاجه. بس المهم كده خلاص كده نشفت وركبناها. وعايزه اقول لكم ما شاء الله يعني بص بتلمع ازاي، وبعدين الهواء كان نظيف. يعني في فرق والله العظيم في فرق. بس انا المراوح عشان من الحاجات الرخمه اللي فكها رخم وبتبقى متشعلقه فوق كده، ويعني وتركيبها كمان رخم شويه، فبكسل ان انا انضفها. بس فعلا والله بتفرق كتير قوي لما تبقى نظيفه ومتلمعه كده وحلوه. تعالوا كده يا حلوين اوريكم الغدا بتاع النهارده. طبعا لانه كان يوم متعب فقلت خفيف، بالذات ان الجو اصلا بقى حر والواحد مبقاش طايق ان هو يطبخ ويعمل اكلات في الفرن وكده. فعملت سلطه تونه، يعني دي فيها طماطم وخيار وفلفل وزيتون وبصل وتونه. على فكرة طعمها حلو قوي، تتاكل بالعيش، بتبقى طعمها فظيع في الصيف بالذات. وعملت هنا قليت بطاطس وقليت بتنجان في الاير فراير. البطاطس كان النهارده نفسنا فيها بطاطس عاديه في الزيت فعملتها بالزيت. اوكي، وهنا حضرنا الاكل بتاع اوليفر. القط بتاعي ما بياكلش غير فراخ او سمك، فعملت له سلقت له
أجنحة فراخ. وبس كده الأكل خلاص جاهز، و هتغدى وبعد كده هشرب القهوة بتاعتي كده على رواق، واحنا مخلصين شغلنا وكل حاجة زي الفل. جات لكم دلوقتي في الفقرة المفضلة، فقرة القهوة أو النسكافيه. في العادة طبعا بعمل معاكم نسكافيه أو آيس كوفي، بس النهاردة لا، كان نفسي في قهوة فرنساوي. تمام، القهوة الفرنساوي بتخليني أصحصح أكتر. تمام، في نفس الوقت مش بيجيلي اللي هو بالبيتيشن، اللي هو ايه، يعني القلب اللي بيفضل يدق كده. يعني عارفين في ناس لما بتشرب قهوه قلبها بيدق جامد وبتتعب شويه، انا من الناس دي. فلما بحط عليها لبن بحس انه الموضوع بيهدى شويه، بيبقى كده الطف يعني، فاهمين؟ يعني اللبن بيهدي الدنيا. عايز اقول لكم الايام دي انا مهتمه بموضوع غريب قوي غريب عليا، موضوع التوفير. تمام، يعني لاول مره من ساعه ما اتجوزت احس ان انا محتاجه ان انا اوفر. كنت بتعامل على طول ان انا عروسه او ان انا لسه في بيت اهلي، بس بحس الموضوع ده ما بقاش نافع دلوقتي خالص. يعني الواحد بقى عنده طموحات، او عنده حتى ايا كان، حتى لو انتوا حياتكم مثلا مستقره وكل حاجه زي الفل، وما عندكوش مثلا حاجه عايزين تعملوها او حاجه عايزين تشتروها، ستيل انه التوفير بجد والله من الحاجات اللي بتحسسك ان انت ذكيه كده، تحسسك ان انت كده قروبه، فاهمين؟ فالفتره دي حسيت ان انا مش مظبطه ميزانيه البيت، او مش مظبطه الدنيا كويس. فكنت بسمع فيديوهات كده عن التوفير، فلاحظت ان كله بيتكلم بقى عن ايه، احنا مش عارف كام للحوم، مش عارف كام للخضار. انا مش بحب كده، مش بحب حد يقيدني يعني، لانه كل بيت وعنده الاكلات اللي بيحبها وعنده النظام بتاعه مختلف. ممكن غيري بيستهلك اصلا لحوم اكتر مني، انا مثلا بستهلك فاكهه اكتر منهم. كل حد حسب الحاجه اللي هو بيحبها، فاهمين؟ بس الحاجه اللي فعلا هتفرق معايا حته ان انا اقلل اكل من بره، لانه مؤخرا بالذات بالليل بقى لما طاقتي تخلص وابقى خلاص جبت اخري، ونبقى مثلا جعانين او حاجه، اللي هو يلا نطلب من بره بقى، بنستسهل يعني. فالموضوع ده فعلا بحس انه ممكن يفرق يعني. بالذات ان انا واحده اصلا بعشق الخروج، ومشاكلي كلها، مصاريفي كلها على الخروج الصراحه. يعني ما بحبش قعده البيت قوي، بس هحاول اظبط الدنيا. عايزاكم تشجعوني الفتره الجايه، وانا هحاول برضو اديكم كده تريكس لو حاجه نجحت معايا يعني. وبس كده الفيديو بتاعنا هيكون خلص، هقول لكم مع السلامه، باي باي.